السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في يوم جديد مع وصفة جديدة مع آية توفيق من قناة يلا نجرب ليتس تراي. مع يوم جديد يلا بينا نفكر نعمل تحلية بسيطة وسهلة بجد وسريعة جدا بمكونات اقتصادية مش هتاخد منك 10 دقايق. في رأيي أكتر تحلية لذيذة جدا في الصيف بترطب على الواحد، وفي الشتاء كده الأكل منها ممتع جدا. مهما تاكلي منها مش هتشبعي ومش هتزهقي. يلا بينا نبتدي الوصفة، توكلنا على الله. 300 جرام بسكوت من أي نوع بتحبيه، وممكن تكتري البسكوت عن كده او تقلليه حسب الرغبة. انا ضربته ناعم بالكبة، وممكن تستغني عن الكبة وتكسريه مثلا بايد هون او اي بديل اخر. هنزل عليه بربع كوب من الزبدة واتنين معلقة كبيرة من اللبن، وممكن تزودي اللبن. احنا عايزين نوصله لحد ما يبقى متماسك معانا. الغرض من الزبدة واللبن انه يبقى طبقة متماسكة. بس بتزودي اللبن معلقة معلقة، احنا مش عايزينه يعجن معانا. هبتدي انزل بيه في قالب بالشكل ده، وممكن نستبدل البسكوت بكيكة لو متاح عندك. بتضغطي كويس على الطبقة دي، عايزينها طبقة متماسكة. ممكن تستخدمي صينية مقاسها أصغر أو تستخدمي كوباية وتضغطي على البسكوت بالشكل ده. ممكن بدل ما تعملي الكمية كلها في قالب واحد ممكن تعمليها في أكثر من قالب، وبصراحة الفكرة دي بتبقى حلوة قوي. كل واحد كده بياخد الطبق بتاعه وبياكل براحته. هنسيبهم في التلاجة لحد ما نحضر الطبقة التانية. هنحتاج لتر من الحليب. اللتر بيكون حوالي 4 كوبايات، الكوباية بتبقى 250 ملي. الطبقة التانية دي هتكون كاسترد بالفانيليا. ما عندكيش كاستر ممكن تستبدليها بطبقة من المهلبية. هنزل ب3 معالق كبار من الكاستر، عليهم حوالي 4 معالق كبار من السكر. ممكن تزودي السكر او تقلليه حسب الرغبة. هنقلبهم على البارد كويس جدا لحد ما المكونات تمتزج مع بعض. عايزة اقولك ملحوظة بسيطة، ان انت ممكن تزودي الكاستر معلقة كمان، بس انا بصراحة عايزة القوام يبقى كريمي كده، مش عايزاه يبقى تقيل كده. بعد كده هنرفعها على نار متوسطة مع التقليب المستمر لحد ما يبتدي يغلي كده وتحسي ان القوام تقل كده، بقى جاهز معانا. بعد كده هننزل بيه على طبقة البسكوت. هننزل بالكاسترد وهو ساخن على طبقة البسكوت. وانتي بتنزلي بالكاستر انزلي بيه داير ما يدور، ما تنزليش بيه مركزاه مرة واحدة كده، لان انا عملت كده وللأسف في قليل من البسكوت كده طلع مع الكاستر. كانت غلطة مش مقصودة، بس بصراحة في الطعم كانت خطيرة، كأن انا كده كنت مقلبة شوية بسكوت مع الكاستر. هنسيبها في التلاجة لحد ما الطبقة دي تتماسك تماما، وهي عامة طبقة الكاستر دي ما بتاخدش وقت وبتتماسك على طول. هنحضر الطبقة التالتة. معايا كوب وربع من المية المغلية، هنزل عليها بكيس من جيلي الفراولة، وممكن اي طعم انتي بتحبيه، بس بما ان انا هستخدم فراولة فده ماشي معاها اكتر. كيس الجيلي الواحد بتستخدمي عليه 2 كوب من المية، بس انا استخدمت كوب وربع بس. عايزة الجيلي يبقى تقيل معايا وكمان هيجمد معاكي اسرع. هتقلبيه لحد ما الجيلي يدوب وتسيبيه يبرد تماما. استخدمت فراولة، ممكن تستخدمي اي فاكهة متاحة عندك، ممكن موز، وممكن الاستغناء عن الفاكهة. احنا عايزين نعمل تحلية بالمتاح عندنا. بعد كده ضفت الفراولة على طبقة الكاستر. ما اخدش مني نص ساعة في التلاجة وكان جامد. بس يفضل قبل ما تحطي الكاستر في التلاجة بتسيبيه يبرد وبعد كده بتحطيه في التلاجة. بعد كده جبت الجيلي بعد ما برد تماما. نصيحة مني اوعوا تستعجلوا تستخدموا الجيلي سخن، هيبوظ كل اللي انتوا عاملينه ده، هتلاقي كله دخل في بعضه. ولما بتيجي تنزلي بالجيلي بتنزلي بيه بمعلقة كده صغيرة، وبتنزلي بيه بالراحة كده عشان ما يكسرلكيش طبقة الكاستر. زي ما انتم ملاحظين تحلية بجد سهلة قوي، جربوها مش هتاخد منكم ولا وقت ولا مجهود. كنت عملت معاكم قبل كده اكتر من طريقة لتحلية باردة، هسيبها لكم في صندوق الوصف. اتمنى اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا اشعار بكل جديد. بعد ما نزلت بطبقة الجيلي سبتها في التلاجة تجمد. اخدت حوالي 4 ساعات، ممكن تاخد وقت اكتر او اقل. عايزة احكي لكم على موقف. اولادي كانوا مستنيينها بفارغ الصبر، كل شوية يفتحوا عليها التلاجة يشوفوها جمدت ولا لأ. قلت لهم طول ما انتوا بتفتحوا عليها التلاجة كل شوية مش هتجمد، سيبوا التلاجة مقفولة شوية حلوين كده وهتلاقوها جمدت. وفعلا جمدت واكلوها واستمتعوا جدا باكلها. بصراحة انا بحس ان مفيش كبير او صغير الا بياكلها هو كده مستمتع. حاجة كده خفيفة لذيذة، مهما اوصف لكم خطيرة، لازم تجربوها. ولادي طبعا ما استنوش لحد ما خلص تصوير. عايزه اقول لكم اصلا انا حاسه ان انا كان ممكن اكلها كلها كده وانا بصور. لما بتدوقي معلقه كده بتحسي ان انتي خلاص بقى عايزه تكملي لحد ما اللي قصادك كله يخلص. اتمنى تكون وصفه النهارده كانت لذيذه كده وحاجه خفيفه. يلا اشوفكم في يوم جديد مع وصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.